السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا ثالث جزء من ازاي تفتحي معاه حوار وتفتحي معاه مواضيع تتكلموا بيها وتعرفي فيها دماغه فيها ايه، وانت كمان تعرفي دماغك فيها ايه. انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان كل الاسئله انت بتساليها له انت برده بتجاوبي عليها له، بتوضحي له برده دماغك ايه. طيب نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. ان اول سؤال في الفيديو ده هتقدري تساليه له، وهو يومك بيبتدي ازاي قبل الشغل؟ بتعمل ايه؟ والله انا بصحى من النوم لازم اشرب كوبايه القهوه بتاعتي، او لازم اخد ساندوتش مثلا، معرفش افوق كده لحد ما اخد القهوه. بصي معظم الرجاله تقول لي كده معرفش اشرب قدامي غير لما اشرب كوبايه القهوه. انا مش فاهمه ايه العلاقه، بس هي ناس متعوده كده. على فكره كليه كمان زمايل بنات ما بيعرفوش يتعاملوا في يومهم غير لما يشربوا كوبايه القهوه اللي هم بيقولوا عليها دي. انا وانا بشرب شاي بلبن غصب عني اصلا، اللي هو مش فاهمه ايه المشكله. انا ممكن اصحى اصلا انزل على طول، يعني ما احطش حتى حاجه في بقي، بس دي عندهم زي روتين، زي اساسيات اصلا. فمن خلال كلامه انت بتعرفي ان هو لا، لازم اول حاجه يشربها الصبح القهوه. طيب لا، في راجل تاني يقول لك لا، انا لازم اكل لقمه في بقي، لازم سندوتش الطعميه، لازم سندوتش الجبنه، لازم مع كوبايه الشاي، مع كوبايه القهوه، ايا كان. هو طبيعي اصلا انت كده كده هتفطريه قبل ما ينزل، انت كده عرفتي اصلا دنيته تمشي ازاي. فاليوم اللي قبل الشغل انت بتعرفي منه حاجات له وعنه، تمام؟ فده كان اول سؤال. طيب السؤال اللي بعد كده، خلاص صحي شرب كل راح الشغل، يومك بيمشي ازاي بعد الشغل؟ احنا خلاص عرفت بقى قبل الشغل ايه بيحصل. بعد الشغل اقول لك لا والله انا بروح مثلا هنام شويه، بصحى بقعد مع ماما، بقعد مع بابا، بقعد مع اخواتي، بقعد مع العيله، بنزل لاصحابي. طيب وقتنا امتى بعد الشغل؟ وقتنا يمشي ازاي؟ امتى وقتي انا وانت هيكون ليا وقت امتى؟ لا والله انا كده وقتي هيبقى مش هاجي انام ساعه وهقعد معاك انت بقى. ما هو الوقت انا بقعده مع اهلي. لما يقول لك ان هو بيقعد مع اهله، هيبقى انت خلاص بدل اهله، ما هو قاعد معاكي في البيت، انت فاهماني؟ فخلاص يبقى انت بدل اهلي بقى، فانت هقعد معاكي شويه وبعدين ايه، هنشوف يومنا ماشي ازاي ومش عارفه ايه. طب هو كده كل حته صحابه، طب انا كده هفرح ان هو ما قالش حته صحابه؟ لا، ما انا لازم اذكرها له انها تحصل. ركزي بقى، هو كده كده هيبقى فيه له صحاب، كده كده هيبقى فيه له خروجه. فتمام، وقت صحابك امتى تقعد مع صحابك؟ ما انت لازم تخرج نفسك ولازم تفك عن نفسك. ليه؟ عشان انا كمان محتاجه اقعد مع نفسي شويه، ان كنت هقرا حاجه، ان كنت اعمل حاجه بحبها، وقتي لنفسي لوحدي. ها كده انت ايه، زنقتيه في حته. انت كده كده هيبقى ليك خروجه مع اصحابك، ما تفتكرش انت تضحك عليا او تقولي وقتي كله ليكي وهقعد معاكي. لا، في وقت هيجي يقول لك انا لازم اقعد على القهوه شويه، لازم العب مع البلاي ستيشن شويه، لازم مثلا اعمل كذا شويه. انتوا فاهمين؟ فالحته دي سؤال بيجيب سؤال، يعني السؤال بينتهي بيدخل على حته تانية. حاجه مهمه كمان عايزه اقول لك عليها، وانت تسالي عن وقتك معاه ازاي، حددي كل يوم ازاي. لان انت مش يوم او يوم، لا، انت اساسي عندي، انا لازم اخد مني حق، يعني لازم اخد مني الحق بتاعي منك. انت كل يوم لازم اشوفك، لازم اقعد معاك، لازم افضفض معاك، لازم احس بجوزي شريك حياتي ازاي. وملاش كلام دبلوماسي، بلاش حته كل وقت ليكي، حياتي ملك ايديكي. لا بص، ده اسمه تطبيل. انا بكلمك دلوقتي عشان ابقى عارفه هل انت هتبقى بالنسبه لي الشخص المناسب ولا لا. انا بكلمك دلوقتي عشان يا ابن الناس احنا ما نخشش في جواز تبقى انت متضايق انا متضايقه، احنا الاتنين مش متوافقين، الحاجات دي كلها. تمام كده؟ فانت بتسالي الاسئله دي اسئله دايركت، اسئله مش عشان نفتح فيها كلام وخلاص، اسئله عشان انت عارفه، هتبقي عارفه ده هيمشي معاكي ولا لا، ده ينفعك ولا لا، هتستحملي ولا لا، هل عنده عيوب المميزات بتغطيها ولا لا. دي كلها اسئله والله والله جايبها لكم من حد متخصص والله في العلاقات الزوجيه والاستشارات الاسريه، عشان يقدر ان انت اللي هو ايه يا دكتور، نسبه الطلاق عليت قوي. ليه؟ مش متفاهمين. ليه؟ مش عارفين يتعاملوا. ليه؟ عشان مش فاهمين دماغ بعض. فهنا دي الاسئله من فتره الخطوبه، كده كده موجوده خطوبه، فنعرف احنا عايزين. طيب السؤال اللي بعد كده، هو طبيعي يبقى عنده يوم اجازه من شغله. طيب الويك اند بتاعك بتعمل فيه ايه؟ والله بقضيه كل يوم نوم، والله بروح اصطاد بط، والله لا ده انا بقعد مع اصحابي يوم كده عند حد من الشله، والله ده انا بسافر اغير جو، والله مش عارفه ايه. طيب الويك اند واحنا متجوزين هنعمل فيه ايه؟ سؤال في الجون، سؤال في الجون، سؤال انت عارفه انت بتحطي النقط على الحروف ازاي. ايوه، ما هو انا ليا حق عندك،
ايوه ما انا محتاجه ان انا اخرج برضو واغير جو. ايوه ده طبيعي. طيب النقطه اللي بعد كده، انت عرفتي انت وقت صحابك هتخرج معاهم امتى؟ هل صحابك اساسي في كل يوم ولا ممكن وقت محدد؟ ها، دي حاجه مهمه جدا عشان تعرفي، لان في رجاله والله بتفضل صحابها على اهل بيتها. على يدي، على يدي، وشفت بعيني، والله شفت بعيني، ربنا يعيدها ايام. فحته ان الصحاب دي مهمه جدا 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 جدا. هل يا ترى يا هل ترى عندك صحاب من الجنس الاخر؟ عادي جدا هيقول لك عندي صحاب. طيب حدودك ايه معاهم؟ صحاب وبس. تعرفي انتي الدنيا رايحه فين وجايه منين، هتعرفي تتقبلي ده ولا لا، هتصاحبيهم ولا لا. ما بقولكيش ان ده اساسي ان يكون موجود، بس لو موجود وانتي موافقه صوت. كل واحده على حسب طاقتها، طريقه تفكيرها، اسلوبها، 3 حاجات دول. انا واحده من الناس ممكن اقولك عادي، ايه المشكله يكون له صحاب او لا. ما فيش حاجه اسمها صحاب، لا 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 لا. يعني ايه صحاب؟ اصل الصحاب ممكن تجيب وتدي، واحنا زعلانين تروح تفضفض معاها، تاخدك على حجرها، فالله اكبر. لا، في ستات تقول لك ايه المشكله عادي، ما نبقى شله مع بعضينا وقشطه صوت. فقشطه صوت دي على حسب بقى البنت وعلى حسب الست. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده، هل للاهل يعني مساحه ان هم يتدخلوا في مشاكلنا او في حياتنا؟ هيقول لك لا، على حسب. قال لك هتقولي لي رد وهقول لك معناه. قال لك لا، خلاص يبقى احنا بيتنا مقفول على نفسنا. طيب ولو قال لك طب المساحه لحد فين؟ يعني ايه الليميت بتاعهم يتدخلوا في حياتي؟ يعني مثلا ممكن يكون حماتي معاها مفتاح بيتنا، ممكن كده، ممكن ده وانا بربي ابني تقولي لا ما تعملوش كذا وتمشي عليه كلمتها. ممكن، ما انا برضو عايزه افهم. النقطه اللي بعد كده، هل عند اهلك في حته العادات او التقاليد حاجه معينه انتوا بتعملوها محتاجه ان انا اعرفها؟ والله ده احنا بنتجمع كل سبت عشان نقعد نتغدى عند ماما. والله ده احنا كل جمعه اخويا واخواتي كلهم بيتجمعوا عندنا واحنا لازم نقعد فيها. والله ده احنا كل 2 بنروح عند خالتي عشان دي سرو من اساطير العيله بتاعتنا. والله ده احنا كل شهر 7 لازم بنروح مصيف احنا والعيله كلنا. طب احنا كده مش هينفع نروح مصيف لوحدنا؟ لا، ممكن نروح قبلهم او نروح بعدهم. انت بتعرفي بقى، انت بتعرفي كل التفاصيل دي كلها. تمام. اخر حاجه معانا ودي يعتبر هختم بيها الفيديو ان شاء الله. مين اكتر حد قريب ليك في اهلك؟ مامتك، باباك، اختك، اخوك؟ بتعرفي على حسب الشخص مدى سيطرته عليه قد ايه. جبتلك الخلاصه يا اختي، ما عليكي ان انت تجيبي الراجل اقعدي بقى اسالي، بس سؤال دردشه مش سين وجيب. تمام. بس كده يا حبيبي، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.